السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ محتوى رمضان كريم عليكم ومحتوى الكورانتين الجامد جدا. النهاردة هنقدم لكم وصفة الشوكليت موس، والوصفة سهلة جدا وسريعة جدا. هنقدر نستخدم فيها بدايل السكر، وهنستخدم فيها الدهون الصحية اللي هنقدر نحافظ بيها على وزننا. بس قبل كل حاجة وبعد كل حاجة لازم تعمل لنا لايك جامد جدا وشير وسبسكرايب عشان نقدر نتواصل مع بعض. ويلا بينا نروح على المطبخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا مع كينجز بادو شوكليت موس، ويا رب تكونوا دايما بخير وسلامة في المحتوى بتاع الكورانتين الجميل اللي احنا فيه. فهنقدم النهاردة الشوكليت موس. هنبتدي نقول الانجريدينت دي. سويتنر ده اي محلي انت بتحبه، نو كالوريز. 6 بيضات مفروض، سواء بقى بيض من 60 جرام ل 40 جرام. وعندنا اي بشر ليمون او برتقان او يوسفي او وات ايفر انت بتحب ايه. وعندنا كمان باودر حوالي 50 شوكليت باودر، دارك شوكليت باودر حوالي 50 جرام. هنبتدي نفصل الصفار عن البياض بالشكل ده. طبعا انا بستخدم بيض اورجانيك علشان بتبقى نسبة الكوليسترول فيه ونسبة الفيتامينز فيه اعلى بكتير من البيض الصناعي، مش الصناعي اللي هو بيض الفراخ المزارع. فاحنا هنبتدي نهتم شوية بالموضوع ده، او اللي حابب يعمله ببيض عادي طبعا هو افضل، لان البيض العادي بيكون فيه البياض اكتر من الصفار. هنبتدي نركب الوش بتاع الخفق، وده غالبا اللي ما عندوش كيتشن ماشين او عجان ممكن يستخدم مضرب البيض العادي جدا، مفيش اي مشكله. هنبتدي نحط السويتنر بتاعنا معاه الزيت اللي انت محتاجه، سواء ليمون او بشر برتقان. هنفتح، هو ده بالظبط القوام اللي احنا محتاجينه، انه ما ينزلش. يعني شايفين البيض ما بينزلش خالص. دي الكريمة اللي المفروض اللي احنا محتاجينها علشان نقدر نعمل شوكليت موس بتاعتنا. وطبعا هنشوف برضو الكريمة هنا تحت عاملة ازاي، يعني شكل تبقى ماسكة بالشكل ده، فومي جدا. بالشكل ده. اول حاجة احنا هنبتدي نعملها، لما قبل اي حاجة هنبتدي نخلط الكوكونات اويل مع الكاكاو او الدارك شوكليت اللي انتوا بتحبوه، او ممكن تجيبوا دارك شوكليت من السوبر ماركت تسيحوها في الميكرويف شويه. فانا اوريدي خلطت. بنحط معلقه من دي بالمعيار العالمي باودر، وبعد كده بنحط معلقه كوكونات اويل او زبده صفراء او زبده فلاحي زي ما تحبوا. هي هيلثي جدا وصحيه لنظام اللو كارب او الكيتو، فالاتنين كويسين او هايلين جدا. فهنحط معلقه ومعلقه، يعني حوالي 4 معالق، حوالي 40 جرام او اقل شويه على حسب الشكل او القوام اللي انتوا بتحبوه في الشوكليت قد ايه. بنبتدي نخلطهم بالشكل ده لحد ما يبقى قوامهم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بندخلهم الميكرويف اقل من دقيقه على درجه حراره بسيطه جدا، بحيث ان هم ياخدوا بس درجه حراره.
يعني على نار دافيه. الناس ما عندهمش مايكرويف يقدروا يحطوه في حمام ميه سخنه على البوتاجاز، ويبتدوا يقلبوا لحد ما يشموا ريحه الشوكليت طالعه منها. طبعا بتكون هاديه شويه علشان نقدر نحط صفار البيض اللي احنا عملنا بيه قبل كده. هنقلب بسرعه. طبعا احنا دلوقتي اول ما بنحط الصفار بيحصل كده تماسك شويه، العجينه بتمسك كانها زي العجينه العاديه. بنضيف لبن دافي او سخن شويه على المكونات بحيث ان هي تفك شويه، طبعا لان الشوكليت العاديه بيبقى فيها لبن او حليب او كريمه شويه. فهنبتدي نقلب كويس ونحط بقيه الصفار بتاعنا اللي احنا ضاربينه بالشكل ده، ونقلب كويس جدا جدا. ده القوام اللي احنا شايفينه. ناخد جزء من الفوم نحطه هنا، ونقلب. بعد كده نحط بقية الخليط كله عندنا. نقلبها من فوق لتحت بالشكل ده. نفضي المكونات بتاعتنا، الخليط بتاعنا. ستريتش بلاستيك او تحطيهم في كيس علشان تحافظي على ريحتهم. ناخد المكونات ونحطها في التلاجة لمدة يوم او حوالي 8 ساعات.